وصفة النهاردة سهلة وبسيطة وجميلة جدا. هتقولي فيه فطير سهل وبسيط، هقولك ان الوصفة دي سهلة وبسيطة، وكمان يعني عايزة اقولك هتنبهري بالطريقة، انت نفسك هتنبهري بنفسك وانت بتعمليها. لو عايز تعملي 20 فطيرة في اليوم ده هتعملي، وهتعزمي صحابك وحبايبك وهتوزعي على كل معارفك. فطير فلاحي ومشلتت ومعمول على البوتاجاز. لو حابة تعمليه في الفرن هتدخليه الفرن على اعلى درجة حرارة بس كده. اما على البوتاجاز انا هقولك هنعمل ايه بالظبط. مكوناته سهله وبسيطه: 350 جرام من الزبده اللينه بدرجه حراره المكان، خدت منهم معلقه كبيره سكر، معلقه ونص سكر كبيره، ومعلقه صغيره من الملح، وثلاث كوبايات من الميه. ده كيلو من الدقيق انا نخلته مرتين، وهحط حالا عليه المعلقه ونص من السكر، طبعا معلقه ونص كبار، ومعلقه صغيره من الملح، وهخلطه بصوابعي كده زي ما انتم شايفين. وهحط بقى الميه. انا معايا 3 كوبايات ميه عاديه من الحنفيه، ما حطيتش خميره ولا هحط اي حاجه تاني خالص. عجنت اول كوبايتين كده بصوابعي، بشرب الدقيق كميه الميه، وهبدا ان انا بقى هنا اعجن. طبعا استخدمت الكوبايه الثالثه، يعني فضلت احط حبه حبه لغايه ما احتاجتها فعلا كلها. عجنتها مده 10 دقايق، لو في العجين 6 دقايق، ورشه دقيق، نغطي ساعة. احنا طبعا جو حر وصيف، بس برضه هتحتاج يعني تريح ساعة. كل ما ريحتيها كل ما ريحتك، هي في الفرد وفي العجن وفي كل حاجة. رشة دي محترمة، وهتفرديها على الترابيزة او الطبلية او ايا كان عندك. تفرديها على ارق حاجة وتجيبي اخر العجين. الزبدة بقى مش هتحطيها بمعلقة ولا اي حاجة، بصوابعك هتطبعي على كل كمية العجين. رولي بقى واعملي بقى تقطعي اللي انت عايزاه. انا عيلتي 6 افراد، فعملت على قدهم، كل واحد في سرايه بتاعته كده في ايده بشكل حلو كده. جبت شويه زيت وتبلتهم، وعلى التلاجة 10 دقايق العجينه او الزبده تشد شويه. بعد مرور 10 دقايق خدت مسحه زيت من اللي موجوده في الصينيه، ما احتجتش غيرها. فردت العجينه بتاعتي على ارق حاجه. لو اتقطعت منك قطعات صغننه او كبيره ما تقلقيش، شايفاني تابعي معايا عمليه الفرد. ومعلقه الزبده اللي قلت لك هنعمل بيها ايه، هنطبع بيها تطبيعه صغيره من اليمين على الشمال، هنلم شايفين، ونعملها زي البقجه. ومسحه زيت من اللي موجوده في الصينيه هنرجعها نحطها في الصينيه، شايفين، المره التانية عشان لو المره الاولانيه فاتتك تستفيدي في المره التانية. سهله وبسيطه وما خدتش اي وقت. مسحه الزيت هي اللي في الصينيه، وبسيبها ترتاح ساعه. بعد مرور ساعه دخلتها بقى، سويت الثلاثه الاولانيين اللي قلت لكم عليهم في الفرن على اعلى درجه حراره، وهنا في الطاسه عندي على اهدى درجه حراره. كل شويه بغطي عليها عشان تستوي، وبلفها من هنا ومن هنا، وبديها مسحه من الزبده. خلصت كل كميتي، وكانت جميله ازاي. شايفين الغامقه شويه دي هي مستويه على البوتاجاز، لكن الفاتحه شويه يعني على الفرن. عايزه اقول لكم ان 6 فطيرات كانوا احلى من بعض. تسويه على الفرن على البوتاجاز، الاتنين زي بعض حلوين جدا وطعمهم حلو قوي، كل اللي دقهم انبهر بيهم. وشايفين حلوه جدا طريه. طبعا لازم تحطيها في كيس ستريتش او كيس عادي عشان تفضل طريه، يعني هتقعد معاكي بالطراوه بتاعتها ديت. ممكن تحتفظي بيها في الفريزر، وقت ما تحبي تطلعيها تدفيها شويه في الفرن